حكومة النظام، مشيرا إلى أنه لولا الدعم الإيراني لكان تنظيم الدولة الآن في دمشق. واعتبر ظريف أن الخيار السياسي هو السبيل للحل في سوريا لكن دون شروط مسبقة، حيث رأى أن الذين يضعون الشروط المسبقة في أي مفاوضات سياسية للحل في سوريا هم من يتسببون بسفك الدماء واستمرار الأزمة حسب تعبيره. تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا مسربة لمسؤولين في النظام وشخصيات مقربة من عائلة الأسد، وذلك بعد اختراق أمني لأجهزة مخابرات النظام وقادة في الفرقة الرابعة. وبحسب الناشطين فإن الصور المسربة التقطت من داخل مزرعة قرب مقر تدريب الأغرار في الفرقة الرابعة بدمشق، والتي تعتبر المقر الرئيسي الذي يجتمع فيه المقربون من ماهر الأسد كمازن التاجر ومضر التاجر اللذين ظهروا في الصور، وهما ابن اللواء مصطفى التاجر الذي شغل في ثمانينيات القرن الفائت منصب رئيس فرع المخابرات العسكرية في حلب. هذا وتوضح الصور مدى الرفاهية التي ينعم بها مسؤولو النظام، حيث أظهرت فيلا وقاعات منارة وسيارات فاخرة ومزرعة لتربية الخيول، في وقت تعاني معظم المناطق السورية من الفقر ونقص في الاحتياجات والخدمات الأساسية. بعد تعرض أبو محمود لإصابة ألزمته كرسيه المتحرك ومنعته من مواصلة القتال ضد قوات